النحو. تاريخ اليوم كم؟ 4/12/4/4/1 هجري. مادة النحو خلاص. سؤال الآن، ما هو الإعراب؟ ما هو الإعراب؟ ما هو الإعراب؟ من يجيب ما هو الإعراب؟ هيا البنات. الإعراب، ما شاء الله، الإعراب هو تغيير أواخر، تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ممتاز. لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. جيد. أو تقديرا. السؤال: ما المراد بالتغيير؟ تغيير أواخر الكلمة. ما المراد بالتغيير أواخر الكلمة؟ ما معنى التغيير؟ مراد محل قبضة تغيير أواخر الكلمة محل قبضة. نعم. اختلاف الحركة في آخر الكلمة. اختلاف الحركة في آخر الكلمة الواحدة. في حالة الرفع تكون وفي حالة النصب تكون ايش؟ وفي حالة الجر تكون مجرورة. جيد. الآن سنأتي إلى مثال واحد، وهو مثال ايش؟ الرجل. خلاص. الرجل. الآن رجل في حالة الرفع ولا في حالة النصب ولا في حالة الجر؟ في حالة ايش؟ رفع. نقول الرجل قائم. الرجل قائم. من يعرب الرجل قائم؟ ما شاء الله. البنت. لاحظي، الرجل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على قائم، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. ممتاز. سؤال ممتاز، جواب في مقرها. جيد. وحرفنا إن الآن أنو إيمانه كلمة لفظا، تغيير أواخر الكلمة. ما المراد بلفظا؟ أنا الحركة تنطق في الحركة تنطق إيش؟ في آخر. إذا نقول الرجل قائم. هنا آخر الكلمة، صح؟ جيد. ما المراد تقديرا؟ لفظا أو تقديرا. ما المراد بتقديرا؟ أن الحركة تقدر في آخر الكلمة. هنا نقول لفظا المراد به إيش؟ أن الحركة تنطق. يصف عنه لونها أن الحركة تنطق في آخر الكلمة. تنطق في آخر الكلمة. مثاله لا، أن الحركة تنطق في آخر الكلمة. مثالها الرجل قائم. ما المراد أو تقديرا؟ أن الحركة
أن الحركة، يلا نكتب هنا أيضا أن الحركة تقدر في آخر الكلمة، صح؟ جيد. نريد الآن مثال أن الحركة تقدر في آخر الكلمة. مثالها عيسى. عيسى. جيد. عيسى طالب. من يعرف؟ عيسى طالب. يا عوالح. عيسى طالب. عيسى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة، ما شاء الله، مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. لماذا؟ لأن الألف الملساء لا تقبل الحركة. ممتاز. طالب خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة. ممتاز. الآن هذا مرفوع وهذا مرفوع، صح ولا لا؟ هذا مرفوع وهذا ايش؟ مرفوع. نريد في حالة النصب مثال. في حالة النصب ماذا نقول؟ إن الرجل. ممتاز. إن الرجل قائم. إن الرجل قائم. إن الرجل قائم. هاي من يعرف إن الرجل قائم؟ يلا شيخ عبد المالك. إن حرف توكيد ونصب نهي. الرجل اسمه إن منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة. قائم خبر إن مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة. جيد. نريد عيسى من في حالة النصب. من يأتي بمثال؟ البنات. إن عيسى. ممتاز. إن عيسى إن عيسى قائم. من يعرف إن عيسى قائم؟ البنات. إن عيسى قائم. إن حرف التوكيد والنصب نهي. عيسى اسمه إن منصوب وعلامة نسبه فتحة مقدرة على منع من ظهورها. لماذا؟ لأن الألف الملساء لا. قائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. ما شاء الله ما شاء الله. جيد. الآن في سؤال آخر. من يعرف كلمة الله غفور؟ الله غفور. البنات. الله غفور. من يعرف؟ فضل. هيا الله مبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على غفور خبر المبتدأ ضمة ظاهرة على. جيد. إن الله غفور. من يعرف؟ يلا هو بس. إن حرف التوكيد ونصب. الله اسمه إن منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة. قائم. الله غفور. خبره مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. ما شاء الله. جيد. انتهينا من شرح تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. جيد. هنا ما المراد لاختلاف العوامل الداخلة عليها؟ من يعرف؟ ما المقصود؟ العوامل الداخلة ايش؟ العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فقط أو أي كلمة عربية. الاسم. العلامة التي تدخل على الاسم قد تكون علامة النصب وقد تكون علامة الرفع وقد تكون علامة الجر، صح ولا لا؟ العلامة قد تكون علامة الرفع، علامة النصب، يا لا، عامل رفع أو عامل نصب أو عامل جر. هنا ننتهي درس النحو إن شاء الله تعالى. خلاص.
اليوم تاريخ الساعة تاريخ 5 صح؟ 5/12 والمادة مادة الايش؟ الحديث. كتاب الأربعون سهلة لا؟ جيد. بالله وينا مستعدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من يحفظ حديث الثامن؟ الحديث الثامن من كتاب 40 النووية. هاي شيخ. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خيرا. جيد. من البنات من يحفظ من يذكر الحديث السابع؟ الحديث السابع. جيد. من يقرأ؟ عن أبي الرقية تميم ابن أوس الدارمي. هاي فضلي. جيد شكرا. عن أبي رقية تميم بن أوس الدارمي رضي الله عنه قال قال رسول الله، أو صح مية قال رسول الله. ما هو الصحيح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك قال رسول الله، صح؟ والصحيح ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. حديث الرابع. حديث الرابع من حديث كتاب 40 النووي. من يحفظه؟ الحديث الرابع. عائشة عبد الرحمن تفضل. عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون نطفه ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. والله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنه فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. ما شاء الله، جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن. جيد. الحديث الذي سنذهب إليه هو الحديث السابع عشر، بدايته عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يكمل من البنات؟ من يكمل من البنات؟ فضلي. رفع الصوت. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليرح ذبيحته. ما شاء الله. جيد. الحديث الأخير حديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه وأرضاه. هاي الشيخ محمد أمين تفضل. ارفع صوتك. الأنصاري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. جيد. الحديث الأخير للبنات حديث
سنذهب كذا صح ولا لا؟ حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله. لكن ليس قال رسول الله، وإنما عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. البر حسن والإثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما شاء الله. عليه الناس أو عليه الناس؟ أن يطلع عليه الناس. يطلع عليه الناس. لماذا رفع أن يطلع عليه الناس؟ لماذا رفع الناس؟ إيش فاعله؟ فعل إيش؟ أن يطلع. ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. انتهينا من هذه المادة أيضا. شكرا. خلاص وأنا بيستنى.